قبيلة من الجن وجيش من السحرة ما يقفوش قدام عبد ضعيف مستعين بالملك. وآيات فك السحر اللي نزلت على سيدنا رسول الله آيات في متناول أبسط الناس، المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اللي بيقراهم بعد الفجر وبعد العصر ما يقفش قدامه جيش من السحرة والجن. ولو عايز تزود آية الكرسي اللي تحرق قبيلة من الجن. ولو عايز كامل التحصين أذكار الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر أو بعد المغرب على قول بعض العلماء. ولو عايز بيتك ما يبقاش فيه شياطين ولا أي تأثير لأي قوة خارجية، شغل سورة البقرة كل 3 أيام في الكاسيت. وأنا بخش بيوت ناس صالحين كتير دايما في الخلفية كده في سورة البقرة شغالة باستمرار. باخد بالأسباب. أنا بقول إن أنا عندي مرض، طب ما تاخد الدواء لو أنا صادق في إن المرض ده عندي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مواجه بقوة وكيد الله. لا يمكن تأثير مخلوق يقف أمام الخالق القهار. حبايبي، لنا أخت كده ومتابعة للقناة، زوجها إن شاء الله يعمل عملية، فبالله عليك وطلبت مني إن انتوا تدعوا له بظهر الغيب إن ربنا يقوم منها بالسلامة إن شاء الله. يا حبايبي ومشكورين، كل حد هيدعي له الدعوة كويسة طالعة من قلبه خالصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، وجعل سعادة الدنيا والآخرة ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين. صباح الفل وصباح الرضا على عيونكم وصباح التفاؤل، يا رب كده يملى حياتكم واولادكم بركة ورزق، اللهم امين. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل على النبي، ونخش على فيديو النهارده وان شاء الله باذن الله روتين كده يعجبكم. هو روتين خفيف، عايزه اقول لكم يعني اللهم صل على النبي، ده يوم الطبيعي اللي هو بصوا من غير اي تزييف ومن غير بصوا ما فيهوش اي حاجه يعني تخص يعني مثلا تزوق ولا حاجه، لا هو ده يومي فعلا الطبيعي اللي انا بمشي بيه. يعني مش هقول لكم كمان يعني مثلا كل حاجه عملتها في الفيديو ده بعملها يوميا، لا يعني مثلا ايه، في حاجات بتتعمل يوميا وحاجات بتعمل مثلا يوم او يوم، لا زي البوفيه ده مثلا. بصراحه يعني انا مسحت اهو النهارده، بكره طبعا ايدي مش هتتمد عليه، بعده هروح مثلا عاملاه، فاهمني؟ انما بقى ركنة تنفيضة والمكنسة دي عايزه لكم قسما بالله بتتعمل في اليوم ولا تيجي 3 مرات، والمكنسة بتشتغل في اليوم ولا 3 مرات، بالذات في الأوضة دي. بس ليه بقى؟ عشان طبعا انا لسه عيل صغيرة والاستاذ فسفوسة رحيم، فاللهم صل على الحبيب المصطفى. عادتنا بقى كمان فيها يعني، فعشان كده ايه تلاقوها على طول ان هي مثلا يعني بتوسخ والكلام ده كله. وزي ما انتم شايفينه كده هو هنا كان لسه صاحي من النوم طازه كده، وراح ايه جالي على طول. طبعا قال ايه ده ماما بتروق؟ ما يصحش، لازم طبعا اروق معاها، بيساعدني حبيبي. بصوا باصص لي ازاي. عايزه اقول لكم يعني العيال بتبقى في السن ده طعمه جدا يعني، بيطلع منهم شويه حركات كده وشويه حاجات يعني، بصوا حاجه كده اخر لذاذه والله، مع اني معذبني، بس طبعا انتوا عارفين بقى في الحته دي بالذات ان هما بيبقوا في السن ده بيبقى كل حركاتهم كده جميله. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه، ربنا يرزقه بيها، اللهم امين يا رب، وما يحرم حد ابدا من يعني فرحه الاولاد ونعمتهم عليهم، اللهم امين. طبعا هنا كانت لسه منا جايه من المدرسه، يعني كانت جايه بقالها شويه،
فقعد كده قلت لها شيلي بقى الحاجات بقى اللي كان فيه شويه لعب، على طول بينطوروا ايه الرحيم كده شويه لعب عشان ايه يقعد بقى يلعب بيها والحاجات دي كلها. هنا بقى بص هشغل المكنسه، هتلاقوه جاي عليها بطريقه غير عاديه بقى. كل ما اروح في حته يمشي ورايا، امشي كده يجي ورايا، يجي كده. انت هتشوفوا دلوقتي كمان يعني ايه بنفسكم. هنا بقى بصوا بيحب اللعبه دي جدا اللي هي بتاعت البابل دي، بيحبها قوي. فعشان كده بقى ايه دي الوحيده اللي بخليها كده في الاوضه، واقعد بقى ايه من هنا لهنا، او يعني اخليه ياخد باله منها بحيث ان هو يعني ايه يسيبني في الحته اللي انا عايزاه يسيبني فيها يعني. بس كده ولمعت كده البوفيه ونفضت كده الركنه كده عادي، وهمشي بس المكنسه في الاوضه. دي كلها كده ايه امور بتتعمل يوماتها على الله يا جماعه، فاهمني؟ فاللهم صل على الحبيب المصطفى. هخرج برضو من الاوضه دي على الصاله وعلى السفره. طبعا اوض النوم ما بتبقاش فيها هرس كتير، اللي هو اصلا يعني بقوم من النوم يا دوبك انفض السراير واطبق البطاطين عليها كده تتطبق وخلاص. على كده اللي احتاجت امشي فيها المكنسه، بصراحه مش بمشي المكنسه فيها كل يوم، ولكن برضو لما بشوف فيها حاجه عايزه تتمشى فيها بمشيها، فاهمني؟ فانما الاساس اللي كل يوم لازم يتعمل، واصلا كل يعني 3-4 مرات في اليوم بتتعمل، هي الاوضه دي والصاله على طول، لان هم اكتر حاجه استعمالنا فيهم والكلام ده كله. طبعا انا بص عمال بنتخانق انا ورحيم، انا اشد من هو يشد. مش عارفه المكنسه دي عامله له ايه، منين ما يشوفها تشتغل بيحب قوي يروح يقف عندها. اللهم صل على الحبيب المصطفى. زي ما انتم شايفين بقى انا اهوت هنا خرجت مسكت برضو السفرة، ما كانتش متطربه، بس انا بصراحه ما بحبش ان انا ايه اتجاهلها السفرة دي بالذات، لان طبعا لو سبتها دي بقى يوم من غير تنفيض كده مش عارفه ليه بتعبي تراب على طول على طول كده. طبعا بصوا يا جماعه انا عارفه ان في حاجات كتير مش متنسقه مع بعض، يعني زي الستاره وزي مثلا الحفاظات اللي تحت اللي في الصاله. طبعا مش كله مش ماشي مع بعضه، بس عايزه اقول لكم ان شاء الله باذن الله واحده واحده كده هغير كل حاجه واحده واحده على قد مقدرتي ومع نفسي، فاهمين اللي هو ايه مش هغير كله مره واحده يعني. ربنا ييسر الواحد كده ايه يحوش حق مثلا للستاره واجيب ستاره حلوه ان شاء الله. برضو يعني مرة تانية اروح مثلا جايبة مثلا حافظتين مثلا شكل بعض يكونوا ماشيين مع السفرة، الحاجات دي. وكان في ده زمان بقى بصراحة، يعني لما بفتكره دلوقتي انا يعني بتغاظ من نفسي، او اللي هو ايه على طول رابطة الصالة بأوضة الركنة يعني في الالوان والحاجات دي. فاللي هو اصلا يعني بجد يعني مؤخرا كده قلت طب وليه يعني كل اوضه مستقله بذاتها بقى بحالها، يعني المفروض ايه مثلا في السجاد. يعني انا لما جبت الحافظات دي انا جايبه 3 حافظات شكل بعض، برضو اللي قبلهم كذلك. يوم ما كنت رايحه اجيب برضو الموكيت جبت كله للصاله وللاوض والكله جبت كله مقاس واحد، فاهمني؟ قصدي لون واحد يا ربي. فمؤخرا بقى زي ما قلت لكم لا ما مش عايزه كده، انا عايزه يعني كل حاجه ليها حاجتها، اللي هو ايه يعني مثلا اوضه الركنه ليها ديكور بلون السجاده بتاعته بديكورها هي لوحدها خاص بيها هي. الصاله ليها مثلا برضو الوانها بديكوراتها تخصها هي. الاوض كذلك. طبعا عندي الاوض دلوقتي لا تسر عاد ولا حبيب، والناس اللي دايما تقول لي يا هاجر انتي ليه حاطه السرير جنب الحيطه؟ بصوا يا جماعه انا من يوم من ساعه ما حملت في رحيم وانا حطيت السرير ده جنب الحيطه. ليه بقى؟ طبعا رحيم دوت بينام معايا يعني بيبات معايا على السرير. فانا مش من يوم ما يعني ولدت ولادي ال3 انا ما جربتش صراحه ان انا اعمل سرير صغير واحط العيل بعيد عني والكلام ده، بصراحه ما جربتش وما يعني مش عارفه اجرب مثلا، فاهمني؟ فالعيل لازم يكون كده ايه في حضني يعني لحد بقى ما يكبر ويشد حيله كده ويبقى ايه مثلا اللي هو ما يتعلقش بيا، يعني سن ال5 سنين مثلا كده او ال4 سنين، وساعتها ايه لا يقعد مثلا ينام لوحده مثلا او ينام على السرير التاني لوحده. اما طول ما هو في المرحله بتاعت رحيم دي او كده هو ايه معايا، فعشان كده لازما السرير بحطه جنب الحيطه عشان ما يقعش، لان هو الطفل بيبقى ايه هو الاتجاه جنب الحيطه. ده بالنسبة يعني اللهم صل على النبي للنظام بتاع الأوضة. الغسالة بقى كلمتوني عليها كتير، فأنا إيه كان الأول
بخاف احطها مثلا في البلكونه عشان ما فيش فيران يعني يعني تحوي في البلكونه واللهم صل على النبي وتبوظها لي او الكلام ده كله. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. ده سبب اللي انا مخليني حطاها في الاوضه. انا طلعت الفرن بصراحه فوق على السطح ونفسي انزله بصراحه تاني عشان خايفه يبوظ. وهي ممكن دلوقتي احطها في البلكونه اللي هو بتردد انا عايزه البلكونه دي صراحه ما يكونش فيها اي حاجه، بحيث ان هي تبقى سهله ليا في التنظيف مثلا. فاصل عصافير طبعا انتوا ناس كتير سالتني كان على عصافير يا جر انتوا وديتيها فين. انا عايزه اقول لكم من ساعه ما كنت عامله في اول ما عملت العمليه وجيت تعبت ورحت عند اخواتي في البلد. فاللهم صل على النبي في الاوقات دي انا كنت مش بحب ريحه اي حاجه، يعني اي حاجه لا ريحه اكل ولا ريحه برفان ولا كريم ولا بصوا روايح عامه ما كنتش عايزه اشم اي حاجه فاهمني اي روائح مختلفه. فاللهم صل على النبي. كنت ما بخش من باب الشقه كنت بحس للعصافير بريحه انا معرفش بقى هو الاحساس ده عشان كان العمليه ولا هما كان كده، لا بس هما ما كانش ليهم ريحه في الطبيعي لان طبعا العصافير دي يعني قعدت معايا كتير جدا قعدت معايا كتير قوي قوي فاهمني، فما عمري ما حسيت لهم باحساس ان في ريحه والكلام ده لان انا كنت على طول منضفه العشش بتاعتهم، على طول منضفه لهم كل حاجتهم فما كانش فيه الكلام ده. انا حتى عيالي دلوقتي والله زعلانين جدا وانا بيني وبينكم اشتقت ليهم قوي على فكره اشتقت لصوتهم وزقزقتهم كده واشتقت ان انا اخش البلكونه الصبح الاقي الوان مختلفه في البلكونه وروح حلوه وجميله كده في البلكونه. فان شاء الله باذن الله هحاول كده اجيب تاني عصافير في البلكونه. هو محمد لما جه بقى انا ما قلتلكوش معلش لما جيت انا بقى قبل ما اروح البيت اول ما جيت يعني فحسيت بقى ايه ليهم بريحه قلت له بص انا حاول تبيع العصافير يا بنتي ليه ويا بنتي مش عارف ايه والكلام ده كله. كان في جوزين بصراحه يعني دول فعلا احنا خسرناهم كان جوزين جمال جدا جدا كانوا يعني يرقدوا ويفقسوا كانوا بيطلعوا اولادهم بتبقى زي العسل لان مش كل العصافير دي اما بتيجوا مثلا تربوا عصافير بيبقى الواحد حظه حلو فيهم. في اللي كان مثلا يعني بيفقس ويطلع بس اولاده بيطلع متقصف ده اللي هو بيبقى ناقص كالسيوم وريش وكان ريشه ما بيطلعش كله وطبعا الحاجات دي ما تتباعش. كانت بتفضل بقى قاعده كده في اربوزنا على طول. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. قلت له بيعهم بقى العصافير اتصرف فيهم وبيعهم. فطبعا جه باعهم في باع السلاكه اللي هي 3 ادوار وباع السلاكه اللي هي الدورين اما الاقفاص ما اتباعتش دي اللي فضلت هنا. فلقيت بقى منة وعمر بقى زعلانين ونزلوا لي الاقفاص دي بعد ما طلعت على السطح. يا ماما انت ليه خليتي العصافير تتباع ومشيت ومش عارفه هما كانوا مسمين العصافير دي اسامي انا مش فاكره والله الاسامي كانوا مسمين منى ومش عارفه وعلي وما اعرفش وام الخير زي برضو ما مسمين في فرخه فوق مسمينها ام الخير. فاللهم صل على النبي. قلت لهم خلاص نزلوا الاقفاص وهم قفصين قلت لهم نزلوهم وكده كده الحمد لله. العشش بتاعتهم اللي هي العشش الانجليز دي لسه عندنا والسقايات والاكلات يعني كل ما يخص العصافير لسه موجود. بس مش واقفين بس اللي على العصافير حتى الاكل بتاعهم. لقيت شنطة هنا مليانة اكل والله بتاعت عصافير. كان محمد عينها في المسقط برضو مع الحاجات بتاعت العصافير. قلت له خلاص ربنا ييسر كده ويسهل الحال ونبقى نروح عند الراجل ونشوف لنا كده جوزين حلوين نبقى نجيبهم عشان خاطر انا اصلا اشتقت ليهم والله. فالله المستعان بامر الله وابقى اجيب ان شاء الله جوزين للقفصين. يعني انتوا عارفين إيه انا عارفه ايدي بتسرح والله العظيم فربنا يسترها وما زودش عن الجوزين بس. ويا رب كده يسترها برضو ويطلعوا ايه كويسين وحلوين زي اللي اتباعوا ان شاء الله. انا بصوا عايزه اقول لكم يعني الحمد لله اكتسبت خبره في موضوع العصافير ده بما ان انا قعدت فتره مربيهم يعني اكتسبت خبره في تربيتهم وايه الصالح ليهم ولما يجي فصل الشتاء اعمل لهم ايه وايه الاكل اللي بيبقى كويس ليهم التنويع والحاجات دي كلها. لما يعني يجيبوا اطفال صغنونه عصافير صغننه برضو بقيت عارفه يعني ايه الاهتمام بيهم يعني بقيت عارفه ايه المشاكل اللي تواجهني فيهم والحاجه اللي انا اهتم بيهم يعني فيها والكلام ده كله. اللهم صل على الحبيب المصطفى.
فان شاء الله باذن الله اول ما تتيح الفرصه بقى اجيب كده جوزين للقفاصين يرجعوا كده يزقزقوا معانا في الفيديوهات تاني. ارجع كده افتح البلكونه كده واصطبح بوشهم الجميل واشكالهم الحلوه، بجد بتبقى اشكالهم جميله جدا والوانهم. انا بصوا كنت بحس والله براحه نفسيه اما بشتغلهم قوي. وافتح فيديو كده ليا قديم ايام ما كنت ببقى ماليه البلكونه عندي، كنت مالياها قفاص بصراحه. انا كان الناس جيراني يقولوا وانت عامله مزرعه عصافير، عشان كنت جايبه حوالي اللهم صل على النبي 5 6، كان عندي يجي 7 تجواز عصافير غير اولادهم. يعني كان بيفقس عندي ويطلع. ما كنتش ببيع منه، يعني كنت بجيب لهم سلكات وقفاص تاني واحط. فكان عندي البلكونه كلها بسم الله ما شاء الله مليانه يعني. فان شاء الله وباذن الله نبقى نجيب ان شاء الله تاني كده جوزين ولا حاجه القفصين يزقزقوا كده معانا كده ويسمعونا صوتهم الجميل. انا عايزه اقول لكم الفتره اللي فاتت ديت ساعه ما كان عندي العصافير والحاجات دي انا كنت مش عارفه ليه. والايام اللي كان محمد رجله مكسوره فيها تصدقوني انا يمكن تلاقوني عبيطه في الحته دي، بس مش عارفه ليه حاسه كان الوقت ده في حياتي كنفسيا ومش عارفه لما بفتكر الوقت ده بالذات بحس ان كان ايام كانت كلها حاجات حلوه، يعني كان ايام خير. فعلا يعني مش عارفه بقى كنت لسه والده رحيم وتحسوني كده كنت لسه متختخه زي ما انا. مش عارفه بصوا مش عارفه لما بفتكر الايام دي بحس ان انا مشتاقه قوي للايام دي جدا. انا مش فاهمه هتفهموني ولا لا، ولا ده احساس اهبل عندي الله اعلم. بس انا مش عارفه ليه انا بشتاق للفتره دي، او مش عارفه الفتره دي في حياتي انا مشتاقه لها قوي ليه. يعني بحس بحنين قوي ليها كده اول ما بفتكر اللحظات دي، اول ولاده والمرحله دي بالذات. فالله المستعان. بصوا بقى انا خلصت طبعا يومي. جيت كده اخر اليوم طلعت طبق كده من اللي في البانيه، وانتوا عارفين ان انا عاينه البانيه من غير ما اعمله في الفيجيتار بتاعه. وبقول بصراحه الحمد لله ان انا مش عايناه في الفيجيتار. ليه بقى؟ اقول لكم. يعني وصفه زي دي عادي خدت البانيه فكيته في الميكروف على طول. لا وبصوا انا فكيته في الميكروف لهدف ان انا اصلا يعني مستعجله، كنت عايزه اعمل العشاء على طول. فطبعا لو مش مستعجله مش بفك المجمدات بصراحه، اللحوم والحاجات دي مش بفكها في الميكرويف. يعني مثلا لو من تاني يوم مثلا هعمل حاجه مثلا تاني يوم بطلعها قبلها بيوم يعني بطلعها قبلها من بالليل كده مثلا تفك براحتها. انما مثلا ان انا اعمل حاجه في الميكرويف لا، ما بستعجلش لما تكون يعني الشديد الاول. وهنا محمد كان جه وانا كنت عامله طبعا رز وطبيخ والكلام ده، وقال لي انا مش هاكل رز وطبيخ. يعني زهق الراجل بقى اللي هو بقى كل يوم كده. وانا طبعا على قد ما ربنا بيقدرني بحاول ان انا يعني بنلم اليوم كده عشان خاطر برضو رحيم زي ما قلت لكم بحب اعمل له الاكلات اللي فيها حاجات سوائل يعرف ياكلها. فالله المستعان اللهم صل على الحبيب المصطفى. جيت بقى كده طلعت الطبق كده كان فيه يعتبر زي 5 قطع قطعتهم زي ما انتم شايفين. قطعت بقى معاهم بصلايه وخلاص بقى اللي هو قعدت بقى يعني كل اللي في التلاجة لميته حتى. وافتكست البتنجان عجبتني في الحواوشي فقلت ليه لا ما جربهاش في الشاورما. فعايزه اقول لكم حلوه جدا بصراحه، يعني هي فكره يعني كفكره واقتصاد هي حلوه جدا اقتصاديه جدا برضه. هنا بقى بصوا بقى انا ذهلت اقسم بالله ذهلت يعني من حكايه التوم دي. اختي قالت لي ده انا بحط التوم في الميكرويف وبيتقشر في ثانيه. يا ستي الحاجه قالت لي والله. فروحت قلت طب وليه لا ما اجرب. انا بصوا يعني عايزه اقول لكم حطيته كده في الميكرويف وعديت لحد 5 يعني على ايدي كده والله 1 2 3 4 5 ورحت فاصله على طول الميكرويف. زي ما انتم شفتوا لقيت التوم مطقطق كده ويعني بسم الله ما شاء الله. فان شاء الله بعد كده لما احب اقشر توم اعد لحد 3 بس. ليه بقى؟ عشان يعني ما يخشش في مرحله ان هو يستوي او ان هو مسقفه مني، لاني بسم الله ما شاء الله الميكرويف طبعا بيسخن حاجه بسرعه فخاف هو يسوي التوم بسرعه. هنا بقى بصوا كنت عامله طبعا فاكرين طبعا انتوا النشا اللي انا كنت عاملاه بميه نشا بميه وكنت ركناه على اساس ان انا اعمله توميه من يجي كام فيديو كده اللي هو من يجي اسبوع فات متهيألي. حطيته في التلاجة وقلت ما يتخسرش فجاله اليوم بقى جاله الوقت. بصراحة بقى عملت كده فصين التوم زي ما انتم شفتوهم كده ورحت حطاهم في الخلاط على طول وطلعت النشا بالميه ده من التلاجة اللي انا عملته نظام بلوزة كده. فاكرين انتوا البلوزة اللي كانت بتتعمل زمان
كانت امي الله يرحمها حبيبتي كانت بتعملها لنا، وكان في لون احمر كده، كان زمان مش اسمه لون احمر بقى، كان اسمه لعلي. كان تعمله لنا كده في الصينيه وتشكل لنا بقى اللون الاحمر ده، وتعمل لنا كمان لونه كده ميه في ازازه، وكنا نقعد بقى ايه نعبي منها كده، يعني نغرف الحته في طبق ونحط عليها ايه ميه اللي هي مسكر باللون الاحمر ده. يا سلام، كنت عايزه اقول لكم دي كانت فتره نقاهه عندنا جامده، اللي هو البلوزه دي كانت ناس بتعملها كمان وبتبيعها في الشارع قدام بيوتها. فكان الحاجات دي زمان معرفش في يعني في معظم البلاد ولا كان عندنا احنا بس. اللهم صل على الحبيب المصطفى. الخيار ده عندي بقاله يجي سنة يا جماعة متخلل كده، وبقاله سنة حطاه في التلاجة في البرطمان كده. بصراحة نفعني في حتة ان انا ايه الشاورما، اما اجي اعمل شاورما او هعمل مثلا معجنات وهحشيها والكلام ده كله. فبصراحة نفعني. محمد بقى جاب كايزر معاه وهو جاي، فرحت عامله لهم بقى على طول الشاورما زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. يعني ضعفت الكميه بقى بالبتنجان والبصل والفلفل والحركات دي، يعني عملوا لي كميه محترمه. وعايزه اقول لكم احنا خلصنا كمان، هم خلصوا الكايزر ورحنا جبنا فينو تاني وعملوا وتعشوا. ويعني عايزه اقول لكم طبعا الحاجات اللي زي دي، سندوتشات الشاورما والهمبرجر عامه والحاجات دي الاطفال عموما بتحبها. طبعا حطيت كده توميه، وحطيت لهم بصل وبصل ايه يا ربي، وحطيت لهم قصدي خيار مخلل. واحط لهم بقى ايه الحشو. دي شاورما سوري اصلي اصلي، يعني مفيش كلام. بالنسبه يا جماعه للتوميه، عايزه اقول لكم بس ان في ناس بتحط عليها بيض، دي طبعا انتي وراحتك، انا ما بحبش احط عليها بيض خالص. طبعا السوريين طبعا ليهم طرق خاصة، فانا بصوا يعني لقيت السهل قدامي عملته على طول. فالله المستعان يا رب. كده ده كان فيديو النهارده حبايبي معاكم. اتمنى يا رب يكون روتين خفيف عليكم ان شاء الله، وتكونوا اتبسطتوا كده منه، او كده خدتوا منه اي طاقة ايجابية بسيطة. واشوفكم ان شاء الله يا حبايبي على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.